بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يكون اليوم جميل ان شاء الله. النهاردة هعمل بسبوسة معاكم بطريقة شبه بتاعة المهلات، ولكن هي احلى من بتاعة المهلات عشان بس ايه الافورة ما تتأفورش. في الاول كده بالصلاة على النبي، طبعا هي بسبوسة مرملة وبسبوسة جميلة وكل الكلام السكرانسي الحلو ده. تمام. كلنا طبعا القطعة بتاعتنا عشان الدايت ما يبصش، وقلت لكم تمام يلا نخش بقى. هنا اول ما شفت الحله دي افتكرت الكلمه بتاعت الحاجه ام قفين ما بيشيلهاش غير اتنين، الودن ام قفين ما بيشيلهاش غير اتنين. ماشي، دي مقادير نص كيلو. طبعا انا هنا المقادير دي بتاعت نص كيلو سميد ساده بتاع بسبوسه، كوبايه لبن على ميه، كوبايه سكر، معلقتين عسل ابيض او معلقه جلوكوز. تمام، كل ده في حله. عليهم قد ايه سمنه بقى عشان انا مش فاكر، بس السمنه الصفراء معروفه للحلويات، فطبعا اي ما هنعمل حلويات نعمل سمنه صفراء. بس انا حسيت ان السمنه الصفراء لوحدها هتبقى خفيفه، وانا احب البسبوسه تكون تقيله كده. طبعا اي سمنه تنفع. تمام كده. انا حطيت ايه، كوبايه سمنه، كوبايه سمنه نوعها ايه بقى، اي نوع. تمام. هبتدي ان انا اقلب فيهم شويه لحد ما السكر معايا والعسل يدوبوا، وبعد كده هرفعهم على النار لغايه ما يدفوا. تمام. في الاول خالص كده طبعا السمنه دلقت مني كتير، فعادي جدا هنشيل منهم شويه. سمنه بلدي وسمنه مش محدش لاقيها دلوقتي. ماشي. هبتدي ان انا اعملها بالفرشه ده قبل ما احط ايه السميد على البتاع. هنيجي بقى عند السميد. بس مسحنا كده الاول الصينيه معلقه السمنه واركنها على جنب. هاجي هنا بقى عندي ايه اللي احنا الخليط اللي احنا ايه قلبناه على النار. تمام. بصوا طبعا سنه بسيطه خالص من البيكنج باودر عشان خاطر البسبوسه ما تكبسش معايا. تمام، يعني على طرف المعلقه كده. انا حاطه لكم على ايدي عشان تبقوا واخدين بالكم. ماشي. وهديلها تقليبه. تمام. وهنزل بنص كيلو دي ايه دي سميد اللي هو دي بسبوسه. تمام. ده بقى هقول لكم على حاجه بقى، لازم ما يبقاش آه هو مش دقيق عشان يبقى ليه علامه كده، لا هو مش دقيق. تمام. هو سميد، السميد معروف ان هو ما بيعملش حاجه على الايد، ما بيلزقش على الايد. تمام. ده كده السميد الاصلي. تمام. احنا نروح عند الراجل نختبره الاول بالطريقه دي. لو علم على ايدينا ما نجيبوش. تمام. طبعا نزلت بنص كيلو دقيق سميد وكيسين فانيليا، ورحت بقى داخل تقليبه بسيطه خالص. مجرد ما احس ان كل المكونات وكل الحاجات اختلطت مع في قلب بعضيها، هاجي ايه، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاجي مديلها تقليبه بسيطه، وهاجي نازل في الخليط، وهاجي نازل في وهاجي نازل على الصينيه. طبعا الفرن مسخن قبل كده. هتدخل فرن لدرجة حرارة 160 180. طبعا فرن سخن. وبعد كده وبعد كده وبعد كده تاخد لون من تحت. طبعا عايزين تحطوا لها بتاع ده. تمام، مش عايزين خلاص. بس طبعا احنا عايزين نحط لها جوز الهند. مش هنتأخر خالص، نحط اللي احنا عايزينه. مش عايزين نحط جوز هند، هنبدأ ان احنا نزين الوش بتاعها كده بس باي حاجه، مثلا فستق رزق، حتى لو شويه فول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ف كده دخلت الفرن بقى وخرجت ما شاء الله، كان لونها وشكلها وطعمها بجد احلى من بتاعه المحلات 100 مره. سر فعلا في التفاصيل. هننزل بالعسل. العسل بتاعنا انا هنا هنحط طبعا حسب الرغبه كميه العسل، بس انا هنا عملت كوبايتين على كوبايتين، وعصره ليمونه، وحطيت عارفين طبعا عود القرفه هنحطه شويه بعد كده هنشيله. ماشي. هبتدي بس هي بتاخد غلوه غلوتين اتنين، وهبتدي ان انا اقطع ايه تبرد شويه، ابدا ان انا اقطعها. وبألف هنا وشفا. واتمنى تكون البسبوسه عجبتكم يا بسابيس، واتمنى ان انتوا تصلوا على النبي. استنى بس.
وبس كده. قطعت طبعا صينيه البسبوسه الجميله الرهيبه بتاعتنا، وهبتدي ان انا اكل منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم في الشوال لتفضل الشيف مصطفى الصغير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.